ازيكم يا حلوين، وكل سنة وانتم طيبين. قولوا لي ايه عاوزين؟ انت مين؟ انا بابا نويل. وعايز ايه يا بابا نويل؟ انا جاي احقق لكم الاحلام. انت بتعرف تحقق الاحلام؟ طبعا، اطلب واتمنى وانا احقق لك في الحال. طب انا عاوز قصر كبير وفلوس كتير كتير. لا مش للدرجات دي يا عم الامير. طب عاوز اشوف ستي وجدي وما شفتهمش بقالي زمان. طب قول لي قاعدين فين وانا اقول لك تركب ايه يا مان. دول قبل وجه رب كريم، اشوفهم ويبقى عملت عمل عظيم. انا اخري بونبوني وتوفي، ودول يا دوب قد ظروفي. طب وهي فين الهدايا الكتير؟ ده شغل اعلام يا كبير. وفين الزلاجة والغزلان؟ راكنهم صف تاني كمان. طب الحقهم قبل ما تتكلبش. عندك حق، مش ناقصه، ده الجو ملبش. انت تعرف ان سانتا كلوز او بابا نويل قصة حقيقية؟ طب ايه قصة لبسه الأحمر ده؟ وايه قصة الهدايا الكتير والعربية اللي بتجرها غزلان دي؟ وايه علاقته بشركة عالمية زي شركة كوكاكولا؟ وماله من راس السنة؟ في الحلقة دي هنعرف كل اللي ما تعرفوش عن بابا نويل. في مدينة مورا أو ميرا في تركيا كان في واحد اسمه أبيفانيوس ومراته اسمها تونا. كانوا أغنياء والدنيا ميسورة معاهم، بس ربنا لسه ما رزقهمش بأطفال لحد ما وصلوا لسن اليأس وفقدوا الأمل في الإنجاب. وفي يوم 15 مارس عام 270 ميلادي رزقهم الرب بطفل سموه سانت نيكولاس، ولما وصل لسن يأهله لتلقي العلم اكتشفوا إنه طفل نجيب وذكي، وده كان دليل بالنسبة لهم إن الروح القدس هي اللي بتلهمه العلم ده أكتر من المدرسين بتوعه كمان. من صغره بدأ يتعلم تعاليم الكنيسة وترهب في الكنيسة ديت اللي كان ابن عمه رئيسه فيها. ويقال انه كان في راجل غني وفقد كل ثروته لدرجة انه ما بقاش عارف ياكل، والراجل ده كان عنده 3 بنات على وش جواز. ولما عرف القديس سانت نيكولاوس بقصة الراجل ده قرر انه يساعده، فاخد من فلوس ابوه 100 دينار وحطهم في كيس وراح بالليل لبيت الراجل ده من غير ما حد يحس ولا يشوفه، ورماله 100 دينار من الشباك. فرح الراجل جدا وحمد الرب على الفلوس اللي جات له من السما دي وجوز بيها اول بنت. وبعد فترة قرر القديس نفس القصة وراح لحد البيت ورماله 100 دينار كمان، وجوز الراجل البنت التانية، بس كان نفسه يعرف مين اللي بيبعت له الفلوس دي، وقرر انه يراقب البيت كل يوم لحد ما يعرف مين اللي بيعمل كده. وبالفعل في ثالث مرة مسك الراجل القديس وعرف ان هو اللي بيعمل ده، وشكر القديس جدا على اللي بيعمله ده، لكن القديس ما قبلش شكره وقال له انا عايزك تشكر الاله، ويا ريت كمان ما تعرفش حد ان انا اللي بعمل ده. لكن كعادة البشر ما بيعرفوش يكتموا قصة كتير، والقصة انتشرت بين الناس وكل الناس عرفت قصة القديس نيكولاوس. كل الكلام الحلو ده يا صديقي هو بس اللي باين قدامنا، جماله ولذاذته وهداياه وكل دي حاجات جميلة جدا. تعالوا بقى نعرف الجزء الخفي من قصة سانتا كلوز. في عام 325 كان في مجمع شهير اسمه مجمع نيقيا، والمجمع ده انتهى بقرار ألوهية المسيح، ومن ضمن قراراته كمان كان تتبع ومطاردة أتباع المسيح الموحدين اللي مش بيعترفوا بالتثليث يعني. وكان سانت نيكولاوس من ضمن اللي حضر المجمع ده. كان راهب نشط كرس حياته كلها لنشر النصرانية بين أطفال الرومان، كان بيوزع عليهم حلويات وبيديهم وبيدي الفقراء هدايا عشان يتنصروا. ولما الرومان عرفوا سجنوه عشان يحافظوا على عقيدة أطفالهم، وجي بعدها قسطنطين وخرجوا من الحبس وتنصر بعدها. وبعد ما مات القديس سانت نيكولاوس بدأت الكنيسة في احياء ذكراه، وكانت بتخلي الاطفال يقلعوا جزامهم في مكان معين ويملوها بالحلوى، ولما الاطفال يخرجوا عشان ياخدوا جزامهم يلاقوها مليانه بالحلويات ويفرحوا جدا، ويقولوا للاطفال ان سانت نيكولاوس هو اللي جاب لهم كل الحلويات دي. ومع مرور الوقت تطور الاسم من سانت نيكولاوس لسانتا كلوز، او زي ما بيقولوا عليه الفرنسيين بابا نويل. وفي عام 1823 كتب الشاعر الامريكي كلارك موريس قصه بعنوان الليله التي قبل الميلاد، بدأ فيها بوصف الزائر المحبب في ليله عيد الميلاد، ودي يا صديقي كانت بدايه التصور الحديث لبابا نويل. وفي عام 1881 بدأ الرسام الامريكي توماس نيس في جريدة هاوبرز برسم اول رسمه لبابا نويل، ودي كانت من ضمن حمله اعلانيه كده لشركه جديده اسمها كوكاكولا. لكن الرسمه دي كان بابا نويل لابس فيها بدله خضراء، وده ما عملش نسبه في زياده مبيعات الشركه، فاضطر الرسام بعدها بفتره ان هو يغير رسمته وغير لون البدله من الاخضر للاحمر، وده يا صديقي فرق كتير جدا في مبيعات الشركه. يعني بابا نويل او سانتا كلوز اللي نعرفه دلوقتي بشكله الحالي من صنع شركه كوكاكولا. ودي يا صديقي كانت قصه بابا نويل، وكل سنه وكل العالم بخير. لو انت على اليوتيوب ما تنساش تخش تشترك في القناه دلوقتي وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش كمان تدعمنا بلايك وكومنت. سلام.